هالو everybody how are you؟ اهلا بيكم من جديد متابعين قناه ميس انجليزي. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ميعادنا النهارده ان شاء الله مع كونكت 5 ابتدائي وشرح جرامر الوحده الثامنه، وتعتبر الوحده الثانيه في الترم الثاني. لو حابب ان مفيش حاجه تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا اعمل سبسكرايب اشتراك وما تنساش اللايك والشير. نبدا بسم الله. هنبدأ بقراية الكلمات، واليونت ده بيتكلم عن الأمراض، وكلمة أمراض يعني illness، كلمة أمراض يعني illness. هنقرأ الكلمات دي عشان أنا هستخدمها النهاردة في شرح الجرامر وشرح السنة دي من كتاب الباهر. عندي أول كلمة كلمة إريك. إريك ريبيت افتر مي، قول ورايا إريك إريك إريك. ألم في الأذن يعني إريك. لو انت لاحظت ان في مقطع كل شوية هيتكرر في كل كلمة اللي هو ACHE. ACHE ده معناها ألم أو وجع. كلمة أو المقطع اللي هو ACHE ده معناها ألم أو وجع. وخد بالك ان كلمة ear يعني أذن، لما تقول إريك يبقى ألم في الأذن أو وجع في الأذن، يبقى إريك ألم في الأذن. toothache tooth لوحدها يعني سنة، ache يعني ألم أو وجع يبقى اسمها toothache. ألم في الأسنان يعني toothache. ألم في الظهر backache. back يعني ظهر، وache اللي هو ACHE دي معناها ألم أو وجع. backache. صداع يعني صداع، طبعا احنا عارفين الصداع يعني وجع في الراس، ورأس يعني head. رأس يعني head، وعندي المقطع ACHE يبقى headache. صداع يعني headache. earache ألم في الأذن، toothache ألم في الأسنان، backache ألم في الظهر، headache يعني صداع أو وجع وألم في الرأس. وعندي مرض كمان اسمه sore throat يعني التهاب الحلق، التهاب الحنجرة، التهاب الزور، اسمه sore throat. نزلة برد يعني cold. نزلة برد يعني cold. كحة يعني cough. وخد بالك ان الجي والاتش بنطقوا زي حرف الاف. كحة يعني cough. ألم في المعدة stomachache. stomach يعني معدة، وache يعني ألم أو وجع. stomachache أو ممكن تنطقها stomach أو stomachache. جرامر يونت 8 الوحدة الثامنة، وهو بيتكلم عن verb to have. أخدنا قبل كده verb to have يعني فعل يملك، أو have ليها معنى تاني يعني يتناول، بس إحنا النهاردة هنستخدم verb have مع illness يعني مع الأمراض. طب verb have أو فعل have ده بيتكون من إيه؟ بيتكون من فعلين have وhas. بيتكون من فعلين have وهاز. هاف معناها عندي، وهاز برضو معناها عندي، بس الفرق ما بينهم في البروناونز اللي هي الضمائر. هاف بيجي معها I أنا، they هم، we نحن، you أنت أو أنتم، يبقى I have أنا عندي، they have هم عندهم، we have نحن عندنا، you have أنت عندك أو أنتم عندكم. طب إنما هاز طبعا احنا واخدين قبل كده أي فعل فيه اس احفظها كده سنة 5 او افهمها كده. اي verb اي فعل فيه اس بيجي معاه he she it. هي يعني هو، she يعني هي، it لغير العاقل. يبقى هو عنده he has، هي عندها she has، لغير العاقل it has. يبقى أنا بتكلم عن verb to have يعني فعل يملك، معناه فعل يملك. النهارده أنا بستخدم have وhas، الاتنين ليهم نفس المعنى. have وhas معناهم بالعربي يعني عندي، الفرق ما بينهم الضمائر. have بيجي معاها I they we you، إنما has بيجي معاها he وشي وit. تمام؟ خد الاكزامبلز، خد الأمثلة دي. الجملة بتقول زي دي، اقراها كده معايا. I have a headache. يعني أنا عندي صداع. I have a headache أنا عندي صداع.
الجملة اللي بعدها he has a headache يعني هو عنده صداع. الفرق ما بين الجملتين استخدام هنا have عشان I واستخدام هنا has عشان he. تعالوا نتكلم عن النفي. ازاي الجمل زي دي انفيها؟ I have a headache he has a headache. انفيها ازاي؟ ان انا بانفي الضمائر بتاعتي اللي هي الاي والزي الوي واليو اللي هم الاربعه اللي دايما مع بعض بنفيهم بدونت هاف. بنفي الاي ذي وي يو بنفيهم بدونت هاف. انما هي شي ات بتتنفي بدازنت هاف. محدش يقول doesn't has. ما ينفعش doesn't ومعاها has. لازم doesn't او don't بستخدم معاه الفعل في المصدر. والفعل اللي في المصدر هنا have مش has. الفعل اللي في المصدر او الفعل اللي هو بدون اي اضافات او اللي هو الفيرست فورم او الفيرب انفينيتيف بيبقى اسمه have مش has. عشان كده انا لما اجي استخدم don't او doesn't بستخدم معاهم have. don't have doesn't have. طب امتى بستخدم don't have؟ مع الضمائر I انا they هم we نحن you انت. امتى بستخدم doesn't؟ وخد بالك من doesn't دي فيها اس، احفظها او افهمها كده. طالما doesn't فيها حرف الاس فده انا هستخدم he وشي وات. جمله زي دي I have a headache يعني انا عندي صداع عايز انفيها هنفيها ب I don't have a headache. انا مش عندي صداع. الجمله الثانيه he has a headache يعني هو عنده صداع عايز انفيها يبقى he هنفيها ب doesn't have. he doesn't have a headache يعني هو ما عندوش صداع. نتكلم عن الكويستشن السؤال. واحنا هنعمل اسئله النهارده بدو وداز. الاسئله اللي بادئه بدو بيبقى معناها هل، والاسئله اللي بادئه بداز معناها هل. طالما انا استخدمت دو يبقى انا هستخدم معاها هاف. استخدمت داز اللي فيها الاس برضو هستخدم هاف. بس دو بيجي معاها اي ذي وي يو، وداز عشان فيها اس بيجي معاها هي شي ات. خد الاكزامبل do you have a headache يعني هل عندك صداع؟ الإجابة يس وبتعمل عملية المقص. يعني عملية المقص دو دي الكلمة الأولى يو دي الكلمة الثانية بتعكسهم يبقى يس I do. لكن لو أنا هعمل بنو no I don't. سؤال تاني does. السؤال اللي بادئ بالداز معناه هل. does he have a headache يعني هل هو عنده صداع. وخد بالك أنا استخدمت مع does have. استخدمت مع does have. ما هوش هقول does has غلط. does have. does he have a headache هو عنده صداع yes ونفس عملية المقص yes he تنزل وراها does. أو لو أنا بقول no he doesn't he وراها does. وطالما no في الأول يبقى not في الآخر no he doesn't. خد بالك بقى أهم جزء في الفيديو بتاع النهاردة وهو السؤال عن الأمراض. لما حد يشوفك وعايز يطمن عليك ويقول لك ما الأمر أو ما الموضوع، إيه هو السؤال؟ what is the matter. ما الأمر أو ما الموضوع يعني what is the matter. what is the matter. what is the matter. احفظ معايا what is the matter. what is the matter. what is the matter. ما الأمر ما الموضوع what is the matter. الرد بتاعك هيبقى ايه؟ يا اما الجمله دي I have an earache. I have an earache يعني انا عندي الم في الاذن. او تقول my ear hurts. my ear يعني اذني hurts تؤلمني ودني بتوجعني. يبقى السؤال هو what is the matter ما الموضوع او ما الامر. ممكن تجاوب السؤال بالاجابه دي او تجاوب بالاجابه دي. الاجابه دي I have an earache يعني انا عندي الم في الاذن earache earache أو تقول my ear ودني أذني my ear hurts يعني ودني بتوجعني أذني تؤلمني.